السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم، يا رب تكونوا بخير. وبما ان احنا داخلين على العيد على الابواب، فعيد سعيد عليكم ان شاء الله، ويا رب يجعل ايامكم كلها سعيدة. وقلنا نختم القراءة بتاعتنا بتاعت الأثر اللي بدأنا فيها في رمضان ومكملين فيها ان شاء الله. بس نختم آخر فيديو في شهر رمضان. المرة دي مش هنقرا من على الأثر، بس المرة دي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. حضرتك كمصري أصيل، أو كحد بيشتغل مرشد سياحي وسفير لبلدنا قدام مختلف الجنسيات، أو لسه طالب وبتدرس وعمال تسمع كلمة هيروغليفي هيروغليفي، اللغة الهيروغليفية اللي هي طبعا ما ينفعش نقول عليها لغة هيروغليفية أو الهيروغليفي. فبيجي في بالك هو المصري القديم هي كان بيقول عليها هيروغليفي يعني، ولا هي عبارة عن ايه، او كان إيه التسمية بتاعتها؟ طيب احنا قلنا قبل كده ان انا في مسميات كتير قوي، اللي هي مسميات ايزيس واوزوريس ونفتيس وانوبيس والكلام ده كلها، كل عائلة ايس دي مسميات يونانية. كذلك المسميات بتاعة الخطوط المصرية القديمة اللي هي الهيروغليفي الهيراتيقي الديموتيقي، دي مسميات يونانية. تمام. طيب هل يعني معنى كده ان اللغه دي او الكتابه دي ما كانش ليها اسم عند المصري القديم؟ لا، كل حاجه ليها اسم عند المصري القديم. طيب خلينا نتكلم على ان كلمه هيروغليفي هو مسمى يوناني معناه الخط المقدس، ويقال ان اول واحد اطلقه كان هيرودوت اللي زار مصر سنه 448 قبل الميلاد حوالي. وان تاني واحد استخدم المصطلح ده هو كليمنت السكندري او كليمنت السكندري، وده مفكر وفيلسوف وراهب كنسي سكندري، وعاش في مصر سنة 150 أو 200 ميلاديا تقريبا يعني. فدول أول ناس، أو يعني البدايات بتاعت مسمى هيروغليفي اللي أطلقوا اليونانيين. ولكن عند المصري القديم كان في مسميات بتدل على اللغة المصرية القديمة والخط الهيروغليفي. عشان ناس كتير تقول لك طب هو كان بيتكلم ازاي بالأرنب والنبات ومش عارفة الوزة والبطة والطائر، هو بيتكلم بيها ازاي؟ لا، هو حضرتك ده مش يعني هو هنا اختار الشكل الكتابي للأصوات اللي هو بيقولها، بناء بقى على ان الصوت ده شبيه بالرمز ده في الطبيعه، او بصوت الحيوان ده، او بصوت الطائر ده في الطبيعه، او ان ده كان المسمى اللي هو كان بيطلقه على الكائن ده في الطبيعه، او الشيء ده او الرمز ده في الطبيعه، او ان المعنى اللي هو عايزه هو بيساوي الطبيعه بتاعه الرمز ده. فهو عبارة عن تفكير ودمج ما بين أفكار كتيرة أثناء اختياره للعلامات دي للتعبير عن الأصوات اللي هو بيقولها. يعني هو كان بيتكلم، كان بيتكلم. طيب اللغة بتاعته بقى كان اسمها ايه أيامه هو؟ في عندي الحرف الر الفم ده والشرطة الرئيسية اسمه را، والنون ان، وكلمة را ان كلمة يعني فم مصر، اللسان بتاع مصر. يعني ايه الفم بتاع مصر او اللسان بتاع مصر؟ اللي هو اللغة الرسمية بتاعت مصر، زي ما بنقول لسان العرب اللغة العربية. فده دليل على ان اللغة المصرية القديمة هي اللغة اللي كان بيستخدمها المصري القديم في الكلام. طب ايه تاني؟ ميدود، العلامة دي اسمها ميدو، ودي الدال متمم صوتي، والت ميدود. طبعا الراجل حاطط ايده في بقه، تمام، وعلامة الجمع. وكمت ميدود، كمت يعني كلام، كمت كلام مصر. يعني ايه؟ يعني بيتكلم بيها. تمام. طيب ايه كمان؟ ميدو نتر، الكلام المقدس. طبعا انا هنا قريتها من ورا لقدام، لان كلمه نتر او كلمه اله او كلمه ملك او اسم الملك او اسم الاله بيكتبوا الاول كتقديم للتبجيل. بدون نتر يعني الكلام المقدس، الكلام الالهي. ليه؟ لان هو كان رقم واحد طبعا، هو بيكتب الحاجات دي على جدران المعابد والمقابر، وده اصلا الكلام المقدس. دي الفكره اللي خدها برضو اليونانيين في نطق او في مسمى هيروغليفي، ان هو شايف ان الخط ده بيكتب بيه، او الخط الهيروغليفي بيكتب بيه على جدران المعابد والمقابر، يعني حاجات دينيه. تمام. لكن طبيعه اللقب ده او المسمى ده عند المصري القديم ان هو كان شايف ان قدرته المحدوده كبشر ما تخليهوش هو يخلق ان هو يتكلم، وان هو كمان
يفكر ويدمج ما بين الاصوات اللي هو بيطلعها وما بين الطبيعه اللي حواليه. فكان شايف ان دي قدره الهيه، دي حاجه الهيه، فكان حاطط لها تفسير الهي او تفسير ديني، ان الاله هو اللي عمل ده. تمام. فعشان كده هو سماه ايه؟ ميدونيتر، الكلام المقدس. طيب الخط بقى كان بيقول ايه؟ سيش ان ميدونيتر. سيش الخط، ان بتاع ميدونيتر الكلام المقدس. يعني ما قالش على الخط الهيروغليفي ميدونيتر، لا ده هو قال سيش ان ميدونيتر. يعني هو هنا بيقول لك ان هو شكل كتاب. والمسمى ده من ضمن المصادر اللي ذكر عليها حجر رشيد في اخر سطر في الجزء الهيروغليفي، لما بيتكلم ان حجر هيتكتب بالخط الميدونيتر او خط السيش ان ميدونيتر او خط السجلات، اللي هو الشعر، اللي هو الخط الديموتيقي والخط اليوناني. فالمصري القديم كان بيطلق مجموعة من المسميات، راء كبت دليل على ان هو بيتكلم باللغة دي، او ميدونيتر بدليل برضو على ان هو بيتكلم باللغة دي. والشكل الاولاني اللي استخدمه ان هو يعبر بيه عن الاصوات دي، او الصوت اللي هو بيقوله، اللي هو الخط الهيروغليفي او الشكل الكتابي، او خط او الشكل الكتابي اللي هو الهيروغليفي زي خط النسخ بالنسبه للعربي كده، هو سيش ان ميدونيتر. ده حتى من ضمن القصص الجميله او الادبيات اللي ذكر فيها المسمى عراء كبت، قصة سنوهي. سنوهي كان متغرب بقى نتيجة لظروف معينة، فكان زي أي مصري كده بره مصر، وخاصة لو في دولة غير عربية، واشتاق لان هو يسمع صوت الكلام بتاعنا، اشتاق ان حد يبقى قاعد قدامه يفهمه. فلما بيلاقي واحد مصري بيفرح. فسنوحي كان قاعد مشتاق لبلده ونفسه يرجع لها وبتاع. فالامير صاحبه عايز يفرحه، فقال له ده انا عندي ليك مفاجأة. فبيقول له ده انا هخليك تسمع دلوقتي راء كلمة. جايب له بقى حد مصري هيخليه بقى يرجع، او في خبر ان هو هيرجع بلده. المهم ان هو ايه؟ عارف ان فرحته ان هو يسمع لحد زيه من جنسه، من مصر يعني. فذكر كلمة راء كلمة برضو في قصة سنوحي. فدي المسميات اللي أطلقها المصري القديم على لغته. بس خلصت الجزئية بتاعت النهاردة. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وشيروا على ناس عشان ناس كتير تستفيد وتعرف المعلومة وتتعلم زينا. أشوفكم على خير، سلام عليكم.